الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الدوري العام موسم 81-82 واللي اتلغى فيه هدف حسن شحاتة في الاهلي، وشفنا قد ايه ان الزمالك اكتر فريق استفاد من مجاملات التحكيم طول الموسم. مجاملات لنادي الزمالك موسم 81-82 يعني لا توصف، يعني حاجات بجد يعني فوق استحالة تتخيلها اصلا. مجاملات طول الموسم للزمالك، وفي الاخر بيتحججوا بهدف حسن شحاته اللي اتلغى اخر الموسم. نيجي بقى نتكلم في الفيديو ده عن الموسم اللي قبله 80-81، ان هم برضو بيتحججوا ان حسن شحاته له ضربه جزاء او ركله جزاء في اخر أو في الشوط الثاني من المباراه اللي هي اخر مباراه في ختام الموسم مع الاهلي. زي ما احنا عارفين ان الزمالك موسم 80-81 كان متقدم على الاهلي ب4 نقاط في ختام الدور الاول، وكان الفوز ساعتها بنقطتين، والاهلي كان لازم يعني يعمل يعني ماراثون عشان خاطر او ريمونتادا زي ما بيقولوا عشان خاطر يعوض فارق ال4 نقاط في الدور الثاني، والموضوع ما كانش سهل. طبعا كان ساعتها ما بين الدور الاول والثاني كان المايسترو كابتن صالح سليم كان مسك اداره رئاسه النادي الاهلي المره الاولى، الولايه الاولى ليه، وقعد مع لعيبه الاهلي وقال لهم لو مش هتلعبوا رجاله ومش هتعوضوا اللي فاتكم، انا هكمل الموسم بفريق 18 سنه او 21 سنه. تمام؟ لو مش هتلعبوا رجاله وتاكلوا نجيله الملعب وتاخدوا، بص انا ما يهمنيش تاخدوا دوري او ما تاخدوش دوري، اهم حاجه عندي تلعبوا رجاله، واهم حاجه عندي تبذلوا اقصى جهد وتعرفوا قيمه الفانيلا اللي انتوا لابسينها، فانيله النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي واسم النادي الاهلي. تمام؟ والفوز والخساره دي حاجه بتاعت ربنا، انما لازم تلعبوا رجاله. تمام؟ طبعا يعني المايسترو صالح سليم عمل ثوره ما بين الدور الاول والدور الثاني في الفريق، ومستر كالوتشاي اللي هو كان المدرب ابتدى بقى يعتمد على لعيبه معينه، وابتدى بقى يعني عمل زي يعني كان الاهلي لبس ثوب جديد، ودخل الدور الثاني بقى الاهلي فريق ثاني خالص، ياكل الاخضر واليابس، يفوز في كل ماتشاته. الزمالك ابتدى يضيع تعادلات، الاهلي عمال يفوز والزمالك بيضيع في تعادلات لحد ما وصلنا لاخر ماتش والاهلي متقدم على الزمالك بنقطه، لان الاهلي فاز في كل ماتشاته، اتعادل بس مع المحله في المحل. الزمالك ضيع يجي 5 تعادلات واتعادل في الاخر مع المقاولين، يعني في الاخر الاهلي تعادل مره والزمالك تعادل 6 مرات، اصبح الاهلي فارق عن الزمالك بنقطه قبل مباراه القمه اللي هي اتلعبت يوم الاحد 8 مارس 1981. نشوف بقى مجاملات الزمالك طول الموسم. طبعا لا، خلينا في ماتش القمه الاول. خلينا في ماتش القمه، ان هما بيقولوا ان في ضربه جزاء لحسن شحاته اثر انفراده باكرامي. الكره اتلعبت لحسن شحاته، كان تقريبا لعبها له الخواجه مش فاكر ولا مين، وحسن شحاته انفرد واكرامي طلع عليه عند خط ال 18 الجانبي يمين المرمى يعني، واكرامي عرقل حسن شحاته من داخل المنطقه والحكم حسبها من بره. طيب في لعبه زيها بالكربون الشوط الاول لمحمد عامر. تمام؟ كرة اتلعبت له وكان سابق محمد صلاح، ومحمد عامر برضو وصل للخط ال 18 الجانبي. تمام؟ نفسه في نفس الحته يمين المرمى برضو، وهو كان بيجري على الخط او جوه الخط سنه حتى كمان، وبعد كده كسر لجوه، يعني هو كان بيجري على الخط وكسر لجوه كمان، اما محمد صلاح مشكله. الزملكاويه يقول لك طبعا الحكم حسبها من بره، حسب دي من بره وحسب دي من بره. تمام؟ انا على حدود علمي تمام ان من ساعه ما حصل ماتش مروان والديبه اللي هو كان ديسمبر 71 تقريبا، والقصه اللي حصلت بسبب ركله الجزاء، اعتقد ان يعني كان في تحفظ جامد جدا جدا من الحكام. واضح ان الحكام الاجانب اللي بيجوا بياخدوا تعليمات ان يعني ما هيتحسبش ضربات جزاء من الاخر، يعني عشان الماتش ما يبوظش. فواضح ان احتساب ضربات الجزاء كان فيه تحفظ جامد جدا جدا. فانت لو هتقول ان حسن شحاته ما اتحسبتش، محمد عامر ما اتحسبتش، هي بالكربون، والفيديو موجود بالكربون. انما طبعا جمهور الزمالك واعلام الزمالك لازم يصرخ ويولول ويندب ويلطم ويتشحتف وينهنه ويقعد يعيط زي العيال الصغيره. تمام؟ ويقول ما اتحسبلناش بلنتي، في حين ان الاهلي
تمام، نفس البينالتي بالكربون ما اتكلمناش عليها خالص. هيقول لك ما انتوا عشان الماتش انتهى 0-0 وخدتوا الدوري. احنا بنتكلم هنا عن ظلم، تمام، ظلم تحكيمي، مش بنتكلم مين فاز ومين خد الدوري مين ما خدوش. انت ليك ضربه جزاء، انا ليا ضربه جزاء، انت هتقعد تصوصو على ضربه جزاء بتاعتك طول عمرك، وانا ما بتكلمش على ضربه الجزاء بتاعتي خالص. وايه بقى، اتفرج، لعيبه الاهلي لما ضربه جزاء محمد عامر ما اتحسبتش واتحسبت من بره، عادي خالص، الكره اتثبتت واتلعبت عادي خالص، ما فيش اي اعتراض. انما لعيبه الزمالك بقى لما كره حسن شحاته قعدوا يتنططوا وقعدوا عملوا عمايل واعتراضات فظيعه بس. وبعد كده انت يعني الماتش اصلا المفروض الاهلي بيلعب للتعادل والزمالك بيلعب للفوز. شوف في كام فرصه للزمالك وكام فرصه للاهلي اصلا، وفرص مين الاخطر. محمد عباس حاطط هيد في الشوط الاولاني، عادل مامور مطلعها باعجوبه، تمام. الشوط الثاني كره في اخر الماتش لمصطفى عبده جوه المنطقه، شاطها من جوه المنطقه، عادل مامور لقاها في رجله اصلا. بعد كده اخر الماتش الكره اللي اتلعبت بالعرض وجمال عبد الله قلشها جت في قصبه رجله وراحت لمحمد عباس جوه السته، قام حطها بره المرمى بغرابه شديده. ده الماتش بتاع الاهلي اصلا، رغم ان الزمالك المفروض هو اللي بيلعب الفوز والاهلي هو اللي بيلعب التعادل. فزي ما ليك بينالتي حسن شحاته، احنا لينا بينالتي محمد عامر، بس احنا ما بنتكلمش، ما بنقعدش نعيط زي العيال الصغيره، تمام. بعد كده لو هنتكلم بقى طول الموسم، بص هو في واقعتين. كان في ماتش المنصوره في الدور الاول في استاد القاهره. انتوا عارفين المنصوره دايما كانت قصاد الاهلي والزمالك كانت بتلعب دفاع، والحارس بتاعها سطوحي كان يعني بيستبسل هو الدفاع جامد. فالمنصوره كانت عامله مباراه دفاعيه ضد الزمالك جامد جدا، والحارس سطوحي كان عامل مباراه العمر، وخلاص يعني الماتش بقى ماشي في سكه التعادل، خلاص وصلنا للدقيقه يعني خلاص داخلين على الدقيقه 90. الزمالك كان نزل الشوط الثاني عادل عبد الواحد، ما كانش لسه اتشهر قوي، هو طبعا عادل عبد الواحد بادي يلعب من سنه 78 بس ما كانش اتشهر، هو كانت بدايته الحقيقيه موسم 81 82، انما موسم 80 81 كان يعني خفيف كده. فنزل الشوط الثاني راحت له كوره، يعني ايه، اما اداها كده وجري والباك معاه وبتاع وقام واقع. نفس الكوره بتاعت ماتش جورماهيا، فاكرين ماتش جورماهيا واللي حصل بسبب عادل عبد الواحد، نفس القصه. والحكم حسب لهم ضربة جزاء في الدقيقة 92 بلس 90 يعني ضربة جزاء، فاروق جعفر سجل منها، ويعني كان لازم الزمالك يهدى نقاط المباراة بأي طريقة، ما ينفعش يطلع تعادل، الحكم أهداهم نقاط المباراة، ما ينفعش تتعادلوا في القاهرة يعني. ده ماتش حصل فيه مجاملة جامدة جدا للزمالك. الماتش الثاني بقى ماتش يعني حصل فيه مهازل بقى، ماتش الزمالك والسكة في استاد القاهرة، ده في الدور الثاني. الزمالك نزل الماتش، فريق السكة عمل ماتش جامد جدا، كان ساعتها مجدي إمام اللي هو راح الأهلي وبعد كده راح المصري، تألق في المصري بقى، كان ساعتها بيلعب في السكة وكان بيلعب مهاجم، كان بيلعب قدام مهاجم. مجدي إمام كان عامل عليهم ماتش ملوش حل، وأحرز هدف، وطول الماتش بقى الكرة بتروح له، بيروح بخطورة شديدة على دفاع الزمالك. فالمهم يعني في كورة راحت له، فقام معدي ما بين 2 مدافعين للزمالك وراح على المرمى، فوجئ ان الحكم حسبها تسلل. فهو بيقول ان الاثنين مدافعين، انا كنت قابلت كابتن مجدي امام وقعدت معاه، اعرفه شخصيا وقعدت معاه قعده، هو شخصيه مهذبه جدا وانسان خلوق يعني. قعدت معاه قعده وقعدنا نحكي بقى على ذكريات زمان. طبعا اول حاجه سالتها له الماتش ده، فالحكاوي اللي انا بحكيها دي كلها على لسانه يعني. وطبعا انا شاهدت الماتش، انا شفت الماتش، كنت في ثالثه اعدادي ساعتها، انا شفت الماتش يعني. فالكابتن مجدي امام بيقول ان هو بعد ما عدى منهم واتحسبت اوفسايد، لعيبه الزمالك الاثنين مدافعين، هو مش متذكر يعني جمال عبد الله ومحمود سعد او جمال عبد الله وسامي منصور، مش متذكر. فالاثنين شتموا بعض عشان هو ازاي كل شويه يعدي ما بينهم كده. فالحكم افتكر ان مجدي امام هو اللي بيشتم اعتراضا على الاوفسايد، فقام طارد مجدي امام، وهو الراجل ما نطقش، يعني الراجل محسوب عليه اوفسايد ظلم وكمان بيطرد. طبعا يعني لعيبه السكه بقى قعدوا يعترضوا وهو قاعد يعترض، ويعني قصه حصل هرج ومرج جامد جدا، وفي الاخر اتطرد وخرج. بعدها طبعا الفريق بيلعب 10، بعدها نصر ابراهيم حط هدف التعادل في مرمى الحارس عصام امان، وبعد كده
لعيبه السكه بقى بتعافر ب 10 لعيبه، الحكم بقى مش يرحمهم، يعني 10 لعيبه يا راجل حرام عليك ارحمهم بقى. لا، فاروق جعفر قام ممثل ضربه جزاء على اساس ان الباك الليفت بتاعهم اللي هو القزاز يعني شنكله ولا مسكه ولا بتاع، عارفين بقى فاروق جعفر يعني وحركاته. بس الحكم حسب ضربه جزاء. طبعا لعيبه السكه بقى اعترضوا جامد جدا ورفضوا ان هم يكملوا المباراه، والحكم خلاص انهى المباراه وهم انسحبوا او رفضوا يكملوا المباراه، ما اعرفش بقى اللي حصل ايه، والماتش ما كملش واتحسب الماتش للزمالك 2-0 دون وجه حق. حتى الكابتن مجدي امام بيقول لي ساعتها يعني من المواقف الطريفه ان هو خرج بعد الماتش راح عمل محضر للحكم في الاسم. بس انا مش فاكر اسم الحكم، ممكن يكون المرشدي، ممكن يكون حد تاني، انا مش متذكر اسم الحكم. بس هو كان قاله لي، كان قال لي على اسمه، انا مش متذكر يعني الاسم، بس راح عمل محضر للحكم في الاسم. تخيل المجاملات كانت للزمالك ازاي. يعني الزمالك كان ممكن يتعادل بره ارضه، انما يتعادل في استاد القاهره لا، الحكام مش هيسكتوا، لازم هيحسبوا له ضربه جزاء، كل ماتش ضربه جزاء، هيطردوا له حد، لازم هيتصرفوا، الحكام هيقوموا بالواجب يعني. بس فطبعا ده طبعا الاهلي ملوش دخل بالقصص دي كلها، الاهلي ماشي شارخ في سكته عمال يكسب ملوش دعوه بحد. تمام، هو دايما الاهلي كده، احنا بنعمل اللي علينا ملناش دخل اللي بيحصل للفرق الثانيه والمجاملات ليها. الاهلي طبعا الدور الثاني اكتساح من اقوى الفترات اللي حضرتها للاهلي، الدور الثاني موسم 80 81 كان الاهلي مكتسح، وكالوتشاي كان معتمد على مجموعه من اللعيبه. هنا بقى ابتدى كان يعني ابتدى يظهر بقى في لعيبه ابتدت تظهر في الفتره دي تبقى اساسيه وتثبت اقدامها في الفتره دي، حسام البدري، مجدي عبد الغني، خالد جد الله، طبعا محمد عباس كان متالق في الفتره دي، فوزي سكوتي. تمام، واعتمد على اكرامي في الدور الثاني كله، و يعني طبعا خطيب مصطفى عبده، محمد عامر كان مختار ساعتها غايب الاصابه، شريف عبد المنعم كان غايب الاصابه. تمام، فاعتمد على 11 لعيب، اكرامي، حسام البدري، مصطفى يونس، ماهر همام، مدحت رمضان، خالد جد الله، مجدي عبد الغني، محمد عامر، مصطفى عبده، الخطيب، ومحمد عباس. حط عليهم بقى فوزي سكوتي، حط عليهم ساعات رمضان السيد، بس كده رمضان السيد برضه اصاباته كتير. يعني ده كان قوام الفريق الى حد ما. شطه كان اخر موسم ليه ساعات بينزل خفيف كده، او يمكن شطه لعب الموسم نص الموسم اللي بعديه كمان. ده قوام الاهلي اكتسح الدور الثاني. تمام، فضربه جزاء حسن شحاته على عيني وراسي، بس ضربه جزاء محمد عامر صحيحه، زي نفس المكان في نفس الحته. تمام، والعقل والمنطق والفيديو وكل حاجه، الراجل بيجري على الخط وكسر لجوه، هيبقى بره ازاي؟ كسر لجوه، ومحمد صلاح في كسرته دي قام مشنكله. تتكلم في ايه؟ بعد كده شفتوا المجاملات الصارخه للزمالك عشان خاطر يكمل، لان الزمالك الدور الثاني نزيف نقط بقى، نزيف نقط، فكان عشان الزمالك يكمل لازم مجاملات عشان خاطر ما مش هيوصل لماتش القمه، ويعني هيبقى ماتش القمه تحصيل حاصل بعد ما كان متقدم ب4 نقط في نهايه الدور الاول. فطبعا يعني بنرد بس على المزاعم الزائفه للجانب الخاص بنادي الزمالك في ادعاءات كاذبه وتدليس واكاذيب، ترويج اكاذيب وتشويه للتاريخ. تمام، بان هم قص ولزق، بيجيبوا نص الحقيقه والنص التاني ما بيجيبوهوش. تمام، قطع 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 عشان خاطر توري للناس نص الحقيقه بس. لا، انا الحمد لله الذاكره قويه، بفتكر حاجات من سنه 73 من بدايه فرجتي للكوره لحد النهارده، كل حاجه محفوره في الذاكره، وفاكر حاجات دقيقه جدا وتفاصيل دقيقه جدا هتعمل لهم قلق جامد قوي، هتعمل لهم قلق جامد قوي قوي قوي، لاني هفكر الناس بحاجات كانت تايهه عنهم وغايبه عنهم، وهتغير مفاهيمهم خالص، هتغير مفاهيمهم خالص، وهتقلب الموازين خالص. وكل اللي هم الجانب من ناحيه نادي الزمالك عمال يبنيه طول السنين اللي فاتت من اكاذيب، لا، كل ده هيترد عليه، وكل ده هيتهدم في ثانيه، هيتهدم في ثانيه. بس فده كان فيديو النهارده. ونرجع برضو نقول في اخر الفيديو ان احنا كاهلاويه عمرنا ما بينزل بينا المستوى ان احنا نقعد نصوت
ونلطم خدودنا على هدف ما اتحسبش سنه كذا ولا سنه كذا وضيع مننا البطوله الفلانيه. يا راجل ده احنا ده يعني ده يعني من اكتر الفرق اللي اتظلمت في التاريخ محليا وافريقيا. ده يعني اقول لك ايه في الاخر؟ يقول لك انا نادي الفساد ونادي الدوله ونادي الكلمتين اللي هم حافظينهم دول، البق الحمضان ده والادعاءات البائسه بتاعتهم. وفي الاخر مش هقول غير كلمه واحده او الجملتين اللي دايما بنهي بيهم: الاهلي اعظم نادي في الكون، والاهلي فوق الجميع.